الاطار طلب من عنده قال له روح انت والمالكي اتفقوا بيناتكم وتعالوا. لا هاي دقيقه؟ لا مو هيك. مو هيك دقيقه. لا مو هيك. لا مو هيك. زين. كان اكو 5 خيارات عرضت على المرشحين او ال3 مرشحين من داخل الاطار. احنا عندنا 3 مرشحين من داخل الاطار. نعم. الخيار الاول قعدوا بيناتكم اختاروا واحد وبلغونا. زين. يعني منو اختاريتوا؟ الخيار الثاني اتفقوا ثلاثتكم على احد ال6 وبلغونا هم من قبله بدون نقاش. زين. يقعدوا بيناتكم اتفقوا على واحد من 41 هم ما عندنا مانع. اتفقوا ثلاثتكم على واحد من خارج الاطار وطرحوه علينا هم نناقش اسمه. طيب. او هم بعدين يعني احد اعضاء الاطار اقترح ان كل واحد من ال3 يسوي جوله على اعضاء الاطار يطرح برنامجه وخطته للمرحله القادمه ثم يجتمع الاطار ليقرر. وكل هذه الخيارات في حينها ما اشتغلت ورجعوا مره ثانيه للحوار حول الشخصيات او على اليه اختيار المرشح. فما يعني هذه الخيارات اللي طرحت تم استبعادها وانتهت. ما عادت يعني ما كان اكو جواب ايجابي تجاهها من السيد السوداني نفسه. قال ما وصلنا لنتيجه يعني قعدنا وسولفنا ثلاثتنا وما وصلنا لنتيجه وهذا خيار ما وصلنا به نتيجه. ورجع الاطار يناقش اليات لاختيار رئيس الوزراء وحدد الاجتماع وما كان عند الاطار كلهم معلومه ان السيد السوداني راح يفاجئهم في هكذا قرار. لذلك صار رد فعل. رد فعل من منو؟ من كل الاطار انه يا شنو جاد غير بدون جاد مقدمات هيك فاجاتنا. يعني انت شنو جاي هذا تكتيك تعتبره. هم لو كان يعني القضيه غير مفاجئه لو قرار يعني واليه طبيعيه وقرار ما كان هذا رد الفعل. ما كان هذا رد الفعل. وبالنص قالوا له يا اذا تعتبر هذا تكتيك من اجل الحصول على بالنص قالوا له. نعم. واذا تعتبر منو قال له؟ هسه ايش مدري من قال. زين المهم قالوا له هاي الحكايه. اذا هذا كان تكتيك من عندك وتحاول الحصول على الولايه الثانيه بهذه الطريقه ترى فرصتك الان انت تنازلت عنها. يعني اذا السيد المالكي ما تمرر بعدين بالتالي ما تمرر ترى ما ترجع الفرصه اليك. هاي صحيحه. سمعنا هيك بانه يعد ترشيح السوداني منتهيا في حال وجود اعتراض على المالكي. اي دقيقه هاي. اي قال ليش يعني ليش يعتبر هم عنده فرصه؟ لا فرصتك بعد اتخذتها. فهذا لو كانت الظروف طبيعيه والامور طبيعيه والقضيه غير مفاجئه ووفق سياقات الاطار اللي واضحها ما كان رد الفعل هذا.